مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقة مع ميمي. اليومين دول بقى برد، والبرد يحب البطاطا، فيلا بينا نعمل صينية بطاطا تحفة بالكريم كراميل، وهندلعها شويتين كده ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلة غويطة وهحط فيها 4 كوبايات من اللبن الحليب، هحط فيها كوباية من السكر او حسب الرغبة بقى، انت بتحبي سكر زيادة بتحبي سكر قليل، يعني زي ما انت عايزة. وهحط باكوين من الكريم كراميل، ادي واحد وادي التاني. هنقلب كويس جدا لغاية لما كل الحاجات دي تدوب مع بعضها كويس خالص. شغلنا بقى النار كده على الهادي وهنستمر في التقليب علشان ما يكلكعش مننا. الكريم كراميل بتاعي اهو بدأ يغلي، هديله كده ثانيتين 3 وبعد كده هطفي عليه. هجيب 5 بطاطات كده وهحطهم في الفرن، طبعا بعد ما اغسلهم هحطهم في الفرن يتشووا. احط عليهم معلقه زبده بعد ما طريوا خالص وتشووا، وهبتدي اهرسهم كويس جدا. وهحط حبه كده منه، يعني نقول 3-4 كوبش كده، هحطهم في طبق غويط وهخليه على جنب. وهضيف البطاطا بتاعتي اللي احنا هرسناها بالزبدة للخليط اللي معايا ده، يعني هيبقى البطاطا على الكريم كراميل باللبن اهو. هنقلب بقى الخليط بتاعنا كده كويس لغاية لما يتجانس خالص خالص. هصب بقى الخليط بتاعي ده في بايركس او في طبق كبير غويط مدهون شوية زبدة، وهخش بيه على التلاجة مش اقل من 2 ساعة. وكمان الطبق اللي احنا كنا حطينا فيه الكريم كراميل السايل ده هنخش بيه برضو على التلاجة ونحطه لمدة 2 ساعة في التلاجة، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طلعت خلاص البطاطا بتاعتي بعد 2 ساعة كده من التلاجة، بصوا جمدت خالص اهي. هطلع بقى الطبق اللي احنا كنا سيبنا فيه شوية كريم كراميل كده في التلاجة برضو، هاخده هضربه كده. انا عايزة الكريم كراميل يفضل متماسك، بس يكون يعني اعرف افرده مش واخد شكل الطبق. هبتدي بقى انزل بيه كده على وش البطاطا بتاعتي اهي، وهفرده عشان اغطي الوش كله. وهيبقى طبقة رفيعة، انا مش عايزاه طبقة سميكة، عايزة طبقة رفيعة كده بس اغطي الوش على خفيف جدا. وهاجي بقى بالكيس بتاع الكراميل ده وهعمل خطوط كده علشان ازين بيها صينية البطاطا بتاعتي. عملت كده اشكال بكيس الكراميل بشكل عشوائي مش منتظمة، وهبتدي ادخلها في بعضها كده بعصاية الشوي او بخلة سنان اي حاجة. بصوا عشان ادي بس منظر للوش. وكده خلصنا الصينية بتاعتنا. طعمها بقى مش قادرة احكي لكم، في منتهى الجمال. جربوها مش هتندموا ابدا، ان شاء الله تعجبكم. وان عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لي كومنتات او تكتبوا لي كومنتات علشان انا بفرح بيها واعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل صينية البطاطا
بالكريم كراميل بأسهل طريقة مع مين؟